ليه؟ لا خلاص والله. طيب وبعدين لا ايه؟ بس على فكره برضه، لا اللي بيشتغلوا بايديهم دول زمان كان الناس بيبصوا لهم بصه تانية خالص. يعني زمان قوي يعني يا اشرف. لا يعني في الفتره اللي هو بتاع تلميع الترابيزه ده قبل 52 قبل الثوره. اتفضل. خلاص مش هحكي. لا والله خلاص اتفضل. فالمهم انا قلت ايه، اصحابي قالوا لي اشتغلي كمان في الاجازه انت كمان. فانا قلت لبابا، قال لي لا مفيش شغل. فقلت له لا والنبي يا بابا عايزه اشتغل وكده. فواحد زميلي كان ليه واحد قريبه بيشتغل في محل بيبيع ملابس. حلو. فين المكان ده؟ في العتبه. في وسط البلد. في العتبه. يا سلام. فرحت اشتغلت، فما كنتش بعرف ابيع ازاي، كنت بقلب بقى الناس اللي هم بيبيعوا، ولا ده حلو جدا مثلا، يا قميص مش حلو ولا حاجه مثلا، لا الله لونه على حضرتك تحفه مثلا. وبيشتروا وبتبيع كويس. طب ما حلو. وكان ليكي نسبه مثلا؟ لا كنت ببيع، كنت باخد مرتب بس. مرتب. فكنت بقى المشكله عندي وانا ببيع المحل ايه، ان انا طول النهار ببقى قاعده وانا بقرف شويه من ايه، من الاكل في الشارع. ما كنتش بعرف بس من الكشري. كنت بحبه، ده الوحيد بتاع الشارع. تعرفيه مع انه مش شارع برضه. بس بحب انا كشري الشارع. بس كل يوم بقى افضل كشري فكنت مهم. لا وهتتعبي الراجل اللي بينظف. فالمهم بقى لما